والمثلى للناشئه ديالنا ممكن نختلفوا مثلا نكتبوا غير تمييز العقوبات ونسكتوا. فكتبان هذه العقليه التصرفيه التي تحكم من وضع هذا النظام الاساسي، وربما حتى فيها جوانب اخرى نفسيه تجاه الرجل السليم ومع السليم. ولذلك كما بديتي تكلمني عن هذا الخروج ديال التعليم فيه واحد الجانب مادي كذا، ولكن الجانب الاكبر منه هي الكرامه، هي العزه ديال رجال التعليم ونساء التعليم، وهذه هي اللي احسكم سوف نميز بهم وبين باقي قطاعات الوظيفه العموميه، ثم كذلك ما يتم ما سوف يتم فرضه من خلال النظام الاساسي عليهم واحد الاعمال كبيره جدا ومضنيه. واخا نمشيو لواحده دائما في اطار الواجبات، نمشيو واحد الشك هو اللي كثر عليه الحديث، هو ذلك ما سماه البعض منكم انكم تقعون تحت رحمه المدير ديال المؤسسه. نعم، فصل لنا اكثر سي علي بالي. على طول المواد والاول ديال النظام الاساسي كتتكلم على بعباره السلطات الحكوميه. فيها الهيئه ديال المراقبه والتفتيش، المديرين والمفتشين والمصالح ديال المديريات ديال الاكاديميات والوزاره، وربما عباره ديال السلطات الحكوميه مثلا مختصر ممكن والقانون لا معروف في هذا المجال. فهذا الجانب اشنو كيخلي ان الاستاذ تحت رحمه قرار بل انه ربما حتى الهوى والقناه ديال هذاك الشخص اللي هو مسؤول على التقييم ديال الاداء ديالو المهني او التقييم ديال الحضور ديالو او التقييم ديال الانجازات ديال الاستاذ التي اضيف اليها بعد كان ان المهمه ديال الاستاذ تحقق الاداء المهني ديال المحكم ديالو داخل الفصل، اصبحت ان الشروط ديالها كذلك ان الفصل اما يخص يساهم في تطور المؤسسه ديالو والمردوديه ديالو. مع ان المردوديه ديال المؤسسات التعليميه سواء الابتدائيه ولا الاعداديه ولا الثانويه كاين كثير من المتدخلين فيها، كاين التوجيه، كاين التفتيش والتطوير التربوي، كاين الاساتذه، كاين الاداره، ولكن يساءل ويحاسب الاستاذ اكثر من هذا. فرجع النقطه قلت هذا الاختصاص الذي اطلق بين يدي الاداره والتفتيش والمؤسسات العليا الاخرى هذا واحد الصيف مطلق على رقابه النساء ورجال التعليم، وبالتالي كيهددهم في اعمال هذوك العقوبات اللي هي كتكون متضمنه في الباب الثامن بكل تلقائيه، وربما تكون غير عن هكذا عن نفسيه ولا عن رغبه ديال السيد المدير او من يقوم في مرتبه عالميه. يعني السي علي انتم متخوفين من انه مثلا عر بين قوسين، ما نهضرش على انه هذا هو الواقع الملزم، ولكن بين قوسين انتم متخوفين مثلا ان يكون مدير او مسؤول معين تلاقيتي معاه في الكوار ما قلتيش ليه صباح الخير بدا ياك؟ نعم، بدا يكتب واحد الاستفسار واحد خصم كذا او لا انذار او لا كذا، العقوبات راهي مفصله كما قلت في الباب الثامن طويله وعريضه وهكذا. خصوصا انها ولكن بالمقابل واش السي علي بالي بغيتو ما يهضر معكم حد؟ جيد جدا هذا السؤال. يعني دابا نرجعوا للاخر وانا اسالك ومن خلالك اسال الجمهور والراي العام المغربي كله، شكون هو القطاع ديال الوظيفه العموميه اللي نسبه المردوديه فيه مرتفعه جدا؟ اليس هو قطاع التعليم؟ من حيث عدد الفتره الزمنيه الاشتغال، من حيث المردوديه والنتائج الملموسه في الميدان، ومن حيث كذلك الانجازات عامه اللي كتبت الناشئه ديالنا. هذه السنه في المغرب صدر الاستاذه حصل على افضل مدرس في العالم. السنه الماضيه تلميذه من بن ملاح حصلت على الاولمبياد العالميه في الرياضيات. هذه الكفاءات كلها، هذه الانجازات كلها، هذه السمعه الطيبه التي تجلب للمغرب اليس الاساتذه والاستاذات دورهم فيها؟ صح. بلى، ولكن نجيو قطاعات اخرى تقنيه في الوظيفه العموميه، وخذ معايا جميع القطاعات ونزور القطاعات اللي كان مشرف عليها رئيس الحكومه الى ان الفلاحه وفي البحرين. المغرب الان يستورد واحد اشنو نقولوا اكثر من ثلثين من الحاجيات الغذائيه ديالو الاساسيه، وعلى راسها مثلا القمح، الحل المستقل ديالو، الزيوت، السكر. واش مع الناس اراضي فلاحيه، مع الناس مناخ، مع الناس موارد بشريه تقنيه ومهندسين فلاحيين اكثر، ما عندناش ثروات مائيه على محدوديتها. اذا اين هو الالزام اللي يمكن وزاره ديال الفلاحه مثلا او لا قطاع كره البحر مقارنه مع المطالبه بالانجازات والمردوديات ديال قطاع اخر ديال
قانونيه لحمايته من شرط استعمال السلطه ديال الرئيس ديالو او لا رئيس ديالو. وهذا هو المطالب به وهذا هو المعروف. ثانيا نجيو للنقطه وظيفه رجال التعليم ونساء التعليم فيها واحد الشكل اللي هو مهني بيداغولي ولكن فيها واحد الشق اخر اللي هو تربوي اللي هو نفسي اللي هو اجتماعي. نعم. ألا تطالب هذه المهنة ورجالها ونساؤها الوزارة الوطنية والدولة والحكومة بحفظ كرامتهم وصونها؟ نعم. هذا سؤال كيبقى مفتوح. نعم، وللاسف السي علي بادي انا باش نكون ماشي باش نكون معاك في صفك. هنا خرج من شاكر بن مسلم مابقاش متقمص الدور ديال شاكر دابا الصحفي يعني انا في برامجي لا في الراديو لا هنا في التلفازه كنت تكلمت وبحرقه شديده على الاستاذ. العفو، هذا واجب تجاه وطننا. حرقه شديده على الاستاذ الذي عنف ويعنف داخل المؤسسه، ولا يمكن، قلتها هكذا بالحرف، قلت لا يمكن اننا نعيش لهذا الزمن في هذا المغرب نشوف الاستاذ تتسلخ بهذا المصطلح داخل القسم، ماشي حتى في الزنقه، داخل القسم. اليوم ما يمكنش. إذا سمحتي لي ممكن توضح هذه النقطة واحد شوية؟ نعم. ممكن؟ تفضل. حماية الرجل والمرأة في التعليم في المغرب. عندنا المادة الرابعة والمادة الخامسة كتكلم على هذه النقطة. تقول المادة الرابعة يتم العمل على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة. إذا معي المشاهدين يتم العمل على توفير من يقوم بهذا العمل غير معروف. يعني الدولة تتنصل من هذه المسؤولية وكتجي وكتكلم على أنه في المادة الخامسة تتمتع بالموارد البشرية بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة. لاحظ معي هذه العموميات وهذا الفعل المبني المجهول في هذه المادتين. القانون على 19 في القانون الوظيفة العمومية يقول 19 يتعين عن الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم. هنا عندنا إدارة يعني كطرف، وعندنا حتى هذوك الأفعال المشينة في حق موظفين محددة، تهديدات، تهجمات، إهانات، تشنيع، سباب. بينما في القانون الأساسي النظام الأساسي عندنا غير بيئة عمل ملائمة. في النظام الأساسي المبني وأنها بيئة عمل ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة. وهذا هو اللي جعل أنه في السنوات الأخيرة واحد الجرأة كبيرة على رجل التعليم، ماشي غير في التاريخ بل أنه داخل قطاع الآباء والأمهات والتلاميذ. صحيح للأسف الشديد. ولذلك الخطر يجب أن يدقه قبل الأساتذة والأستاذات، أن يدقه المجتمع، أن يدقه كل شخص، كل مواطن يعلن البلاد ديالو أن المستوى اللي وصلنا التعليم والمستوى اللي أصبحت فيه مكانة رجل التعليم ومرأة التعليم خطيرة وتنجز وحبها وخير. صحيح. المشاهير المحللين جميع المواطنين يحسون ما معنى كلمة اجتماعي الذي تفرضه هو تساهم فيه النظافة بشكل كبير جدا. صحيح، وانا اضم صوتي الى صوتك رغم انه ما عنديش حق نضم صوتي الى صوتك، ولكن ساضم صوتي الى صوتك الاستاذ علي بادي. لماذا؟ في اي شك؟ في الشق ديال ان المعلم كذا ان يكون رسولا. انا هذه رساله نوجهها للسيد الوزير رئيس الحكومه عزيزه خنوش، ونوجهها لاي فاعل. راه ملي تنتكلموا على من يعلم اللي هو بالضروره القصور هو الاستاذ والمعلم. ملي تنهضر انا على من يعلم راه القدسيه جايه من السماء. فهذه انا بغيت يفهمها الوزير مزيان، ونعاود نقولها لا يجب ان يكون الاستاذ حيث قصير. لماذا؟ لأن قدسية التعليم مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها. فالتعليم له قدسية خاصة، ربي اعطاها قيمة كبيرة. التعليم اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون. فبالتالي التعليم اعطاه ربي قدسية. راه أظن غير لقدسية التعليم ومن يعلم خصنا ماشي نقدسوا، ولكن نعطوا قيمة كبيرة للرجل الذي يعلم. هذه بين قوسين هذه رسالة أنا بغيت نرسلها. كاين هذه النقطة ديال تفسير باعتبارنا بلد مسلم شديد بالقيم ديالو الإسلامية. هناك آيات واحد كثيرة جدا واللي خصنا نحضروها واللي كتعطينا كتعطي واحد المكانة، واحد ما نقولوش قدسية ولكنها واحد المرتبة عليا لرجل التعليم.
ولكن حتى في الواقع الان نهضه الامم والتنميه بجميع انواعها واشكالها ديال الدول البلدان تقوم على قاعده التعليم. صح. مؤشر التنميه البشريه التي يصنف المغرب هو من اواخر الدول في العالم. احنا خاصين في التنظيم والتنميه. صح. ثانيا دول احنا كيتعطى بنا في مرات الحكومه ديالنا والمسؤولين ديالنا كيعطونا امثله اللي كيقولوا على شي قطاعات وكيقولوا بانه المعايير الاوروبيه والنموذج الاوروبي في كذا مثلا عندنا ملاعب المواصفات ديال العشب ديالها والمدرجات مواصفات اوروبيه مثلا كاميرات مراقبه مثلا الطرق مثلا مواصفات كذا كذا ولكن كتجي حتى التعليم ما كيتكلموش على المواصفات الاوروبيه وحنا ما كنقولوا ونساو ذاك ما كيطالبوش المواصفات الاوروبيه لازم ناديكم على هذه ولكن قارنوا بعدا الوضعيه والمكانه والحقوق ديال التعليم وهذه الدول المجاوره لنا. كاين دول افريقيه اللي عاود حطت القطاع التعليم كديروا التصحيح وتبقى التنميه هائله جدا باش تبقى النجاح الاقتصادي والمعيشي وكذا ولكنها صورة مشات بعيد جدا. نعم السي علي بادي. نعم. باش نكونوا هذه حقيقه اللي يمكن شي يخبيها حتى شي واحد راه لو انني ناخذ مثال انا واي واحد لو انني ما قرانيش واحد الاستاذ وواحد المعلم في التحضير والثاني والثالث والرابع والخامس والى غايه البكالوريا ثم المعهد ديال الصحافه وغير ذلك كل ما قراش واش غادي نحاورك دابا السي علي بادي واش غنعرف منين ندخل ونخرج واش غنعرف نصيغ السؤال هذا واحد. راه شاكيب بن موسى كاع اللي حط النظام الاساسي راه واحد لقيته راه كان ما تعرفش يشد الطباشير في يدو تجا الاستاذ قال لي فين تنحطوا الطباشير باين السبابه وهادي وباش كتب الستيلو وهكذا عزيز اخنوش رئيس الحكومه كاع راه واحد لقيته كان ما تعرفش كاع يشد الستيلو كان ما تعرفش يكتب الف والباء ويجمعها الى اخره ولكن كان واحد معلم من وراه اللي قال لها هو بها رئيس حكومه وشاكيب بن موسى بها وزير وغير وانا بها صحفي وانت بها استاذ الى غير ذلك. فلذلك سنتكلم على واحد العنصر واحد الرجل مهم واحد المراه مهمه جدا في عصب الحياه ماشي الدوله لا عصب الحياه كلها. تماما. هذه النقطه جدا فين بالاضافه الى انه هو اللي علمه كيفاش يكتب ويقرا مع هذه العمليه كاين واحد الصبر عليه تحمل واحد المجموعه ديال ربما التقاعس او التراخي او ربما حالات المرض وهذه كتنظيمات علاش ما تستمعش للناس علاش ما تحاورهمش علاش ما تقولش هذه الاراء هنا نمشيو هنا سي علي بادي نمشيو للمطالب ديالكم نمشيو للحقوق ديالكم هضرنا دابا على الواجبات فصلنا فيها اهم ما تطلبوا بانه يتحيد من النظام الاساسي نمشيو للمطالب اهم مطلب او جوج او ثلاثه اللي تشوفوا لابد من تفعيلها قبل الرجوع الى القسم. نعم اذا على مستوى المطالب المطلب الاول وهو ان هذا النظام الاساسي في هذه النسخه النظاميه ديالو يجب الغاءه وسحبه لا مجال حتى لعباره التجويد ديالو لان النظاميه ديالو من الديباجه حتى اخر ماده حتى اخر فصل يجب ان يتم الغاؤها وسحبها والنزول او التواضع او خلق لجنه لاعاده صياغه نظام اساسي جديد يستجيب لهذه الامور كلها التي الان اصبح اصل الدين يعرفه. اذا مصطلحات تجويد النظام الاساسي ادخال تعديلات في النظام الاساسي ترفضونها. هذه غير مقبوله بتاتا. نعم تفضل. ثانيا عندنا الان اصبح حوالي النصف ديال الاطر التربويه الاساسيه ديال قطاع التعليم كلهم مفروض عليهم التعاقد. هذه النقطه يجب الان تجاوزها لابد من ادماج هذه 140,000 استاذه مفروض عليهم التعاقد في تلك الوظيفه العموميه باعتبارهم اساتذه كاملي الحقوق في اطار وزاره التربيه الوطنيه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه لا بد من العداله الأجرية مع قطاع اللي توجد التعليم مع باقي قطاعات الوظيفه العموميه. من العيب والعار ان يكون ذو المردوديه والاداء والعمل المضني هم اقل اجرا واقل مكافاه في جميع اسلاك الوظيفه العموميه في المغرب. ومع هذا تكون واحد الزياده التي تحفظ لرجل وامراه التعليم كرامته وحقه في العيش بكل كرامه. النقطه الثالثه او الرابعه لابد من مراجعه اصلاح ديال قانون التقاعد الذي حدث قبل حوالي 6 سنوات او 7 سنوات. قانون التقاعد الان لان الموظف ديال التعليم ماشي هو ديال الموظف ديال قطاعات اخرى اللي ربما اقل
على انواع اقل من هكذا للقدرات العقليه والنفسيه والجسميه ديال الطفل. ولذلك لابد من مراجعته قبل التقاعد بشكل منظم. ثم هناك بعض المصاريف التفصيليه ديال الفئات وكذا. الترقيه ومطلب الترقيه كذلك. على ذكر الترقيه، عيب من العيب والعار انه يكون عندنا الاكلاك ديال الوظيفه العموميه، الاكلاك عفوا ديال وزاره التخصص الاساتذه كتبقى درجه واحده اللي هي السلم العاشر في 10 ديال الرتب، السلم 11 في 10 ديال الرتب، وكتعرف تكون كتلقى 6 8 4 ربما ديال الرتب وكيدوز الموظف للدرجه المواليه. ملي كنقول 10 ديال الرتب يعني راه محكوم على ذاك الموظف على الاقل غادي يبقى في هذيك الدرجه إذا ما درت الامتحان المهني على الأقل يبقى فيها واحد 15 أو لا 15 سنة عاد يدوز الدرجة الموالية. يعني باش يدوز من درجتين يعني راه نهاية المشوار ديالو 30 سنة. 30 سنة. يعني واش كتعطي شي حافزية شي دافع أنه يبدأ ويبلور يعني ويخرج مع أحسن ما عنده؟ لا بالعكس تثبطه وتدفعه إلى التقاعس وإلى الاتكالية والارتحال. ولذلك هذه النقطة مهمة جدا ديال الترقية. نعم. كاين مطالب أخرى من بينها ربما هذه شاهدينها وعارفينها المغاربة كلهم، وهي مثلا هذه تتعلق مثلا بالنوادي ديال النساء التعليم. لم يستطع عندها مؤسسات أعمال اجتماعية اللي كتبني مؤسسات ديال الترفيه ديال الصيام ديال التعليم. عندنا الآن بعد هشام محمد الثالث عندنا واحد 3 ولا 4 ديال مراكز الصيام معروفة اللي هي نرجس وزفير نسبة استفادة الرجال ونساء التعليم من هذه المراكز ضعيفة جدا، وتوجهوا في العطل اللي كيكون عليها الطلب فيه توجهوا لأناس غير تابعين للتربية الوطنية ويفهموا منها رجال ونساء. كيتفرضوا عليك انك تمشي تدوز العطلة باش تدوز عطلة نووية تمشي القسم، وغالبا كيكون ماشي من البناء الإثناتي وما يبقى طبيعي قصدي تدوز عطلة انت العام كله كدوزو ديال التعليم والتدريس ديال الكسب، وحتى العطلة ديالك كيتفرض عليك انك تدوز عطلة في الكسب. وهذه من واش هذه فعلا ممكن الانسان يلقى راسو لا عالي بادي هذه بغيت نفهمها مزيان لانه لا كانت غريب ونوع من الحيف مزيان. علي بادي دابا كاين 3 ديال المراكز ياك لقضاء العطل كمراكز اجتماعيه لقضاء العطل بالنسبه لشغيله التعليم في العطله الصيفيه. قلتي بان هذه كاين 4 قلت لها حديثات مؤخرا وحديثات مؤخرا ما كانش من قبل مزيان. كاينين 4 هاد ال4 قلتي بان تستافدوا منها ناس خارج التعليم بالتليفونات وسائل كثيره باش تريزير بها معروف انها تهضر بالتليفون، ولكن ملي كيتصل الاستاذ ولا الاستاذه كيقول راه اوكيبي وكل شيء مشغول، مع انه كاينه لونسينات راه عامره بهذه القصص وبهذه الامور اللي اساتذه مشاو داروا ريزيرفاسيون ما لقاوهاش، وكيتصلوا بطريقه او وسيله اخرى وكيريزيرفي. غريب. هذا واحد. جوج هذا جانب. وملي تتمشيو تقضوا العطل فين تقضيوها؟ في الاقسام. كيفاش في الاقسام؟ فهمني. الاقسام كتنظم مؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال التعليم كتنظم عمليه شخصيه في الموظفين ديالها على غير في قطاعات الوظيفه العموميه حتى القطاعات الخاصه والشبه العموميه. فكتكون كتحدث بعض المدارس بهذا التعبير مدارس يعني مؤسسات تعليميه يتم تهيئها وتكليفها بواحد الشروط اللي هي في الحقيقه شروط حدود الدنيا ديما طلع كذا وكذا. كتلقى لي تواليت مشتركين يعني واحد البابلون كله ديال الجناح ديال الاقسام وعنده لي تواليت مشتركين ربما كيقدر يتم يعني التجهيز ديالو بعد حمى الدوش، وكتجي كتاخذ قسم عند هذا التعبير كتاخذ قسم تاع العائله ديالك باش تدوز فيه كونكوا راه هذيك محل الاقامه ديالك. قطاع اخر انا كنتكلم معكم في اكادير. هنا في اكادير كاين مراكز ديال الاستياف ديال واحد 3 ولا تقريبا شي 5 ولا 6 ديال القطاعات ديال الوظيفه العموميه كلها في اتم تجهيز واحسن، لا من حيث الاقامات والمساكن لا من حيث وسائل وفضاء الترفيه ديال البيتين الحدائق ديال الاطفال ومؤمن ويستهيئ بشروط انه يمكن يقضي في العطله ملائمه. الا رجل التعليم خصو يخرج من القسم ويدخل القسم، يخرج من القسم اللي كنت قريتي ويدخل القسم خصو
غندخل شي حد. لا اله الا الله. على اي للاسف هذه إذا كانت الحقيقه فللاسف للاسف. وكثرة العمر كتبكي كما كيقولوا. حقا. علي بادي، امام هذا الشيء دابا اللي قلت لي، وامام هذا النظام الاساسي، وامام هذا الزمن الدراسي الذي يهدر، سؤال تيطرحه كل مغربي: علاش؟ واش كاين استهداف للتعليم؟ واش كاينه نيه مبيته؟ واش الوزاره عاجزه؟ شنو كاين؟ لان غريب هذا الامر، هذا غريب. لان من القطاعات اللي خصنا نقادوها ونصلحوها بلا ما نفكروا هي التعليم، لان هي العصب، هي الاساس، هي العنوان الابرز في المنظومه ديال اي دوله. فبالتالي علاش ديما مشاكل تعليم نعيش المشاكل؟ علاش في نظركم انتم كاستاذ؟ علاش؟ تماما. هو في الحقيقه سؤال غيبقى معلق ومفتوح الى ان ترجع الحكومه او وزاره الوطنيه الى صوابها، لانه نفاجأ يوم الاربعاء نفاجأ بانه قبل 10 ايام الإجماع قبل الماضي كان لقاء ديال الزعماء الاغلبيه اللي كتشكل منها الحكومه، وقبل واحد اسبوع ولا اسبوعين كانت الدعوات ديال الحكومه، ولكن هذاك اللقاء خصوصا مع لقاء مع الصحافه كانت تاكد على ان تم انشاء لجنه حوار وزاريه مكونه من 3 ديال الوزارات او القطاعات. هذا التاريخ ديال منتصف ولا بدايه الشهر الاسبوع الثاني من نوفمبر باش تقول الحكومه تعلن على انه كاين لجنه حوار، والناس خارجين شهر وتقريبا اسبوع قبل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الوزاره والحكومه غير جاده في حل المشكل، في حل الملف. الحوار كيكون مباشره بعد وصول اولى المؤشرات على انه اساتذه راه يرفضون اشتغال في هذه الظروف، وخص تكون حوار تحت الحال هذا ووجدت حلول. اما انه تخليه حتى بعد مرور اكثر من شهر وعاد كتجي كتقول احنا نستعد للحوار، هذه الحوار هذه التعبير على نية الحوار او لا ديال النية كما جاء في هذاك التصريح ديال الوزاره، هذا يطرح اكثر من علامه استفهام. الان في شهر نوفمبر كان المفروض ان الوزاره الوطنيه ومع رئاسه الحكومه المفروض انهم كانوا صداوا المقترحات واللي ما بقاش كيتداولوا غير النتائج التعريف، انه كيتداولوا الان كل المتابعين الشان التعليمي والراي العام المغربي بما فيه الجامعيين بما فيهم الحقوقيين ما فيهم جميع المواطنين، فكان خصك تجمع هذوك المعطيات وتصوغ واحد المجموعه ديال المطالب اللي كاين وزاره التعليم الشرعي مطالبه بها وتخرج على شكل قرارات وتكون دخلت حيز التنفيذ باش على الاقل توقف هذا النزيف وهذا الهدر. نعم. سي علي بادي، قراءتكم لتعيين محمد ضروري على رأس مديرية الموارد البشرية. محمد أضردور عفوا. على رأس مديرية الموارد البشرية، قراءتكم ليه؟ هذا التعيين ممكن يكون بصيص أمل لخبرة الرجل؟ لا أظن ذلك. لماذا؟ لأن المسؤول الذي كان قبله الحكم الأقدمية ديالو في داخل الوزارة وفوق جديته كان ربما أكثر كهيلا أو لا ربما عنده إلمام بالملف أكثر من السي محمد أضردور، خاصة أن السي محمد أضردور عنده تصريح صحفي ربما تابعته كلكم قبل شهر ونصف كيتكلم بواحد النوع ديال التعالي على أن الوزارة الوطنية فرا نقاط حومته، ومن المسؤولين يتحدث بهذا الخطاب ولا بخطاب ديال الازدراع فهذا يبدو انه ليس يعني في نيته الحوار او لا ايجاد حلول عمليه وتستجيب للمطالب والشروط التي يضعها رجال ولذلك عباره فران قد فهمته في الدرجه المغربيه وفي المخيال المغربي راه معروف شنو كتعني. كتعني التحدي، كتعني جري طوال، كتعني واحد المجموعه ديال الامور. لكن انا غاوب بالمسؤول اللي هو مسؤول مركزي مدير اكاديميه وكانت مكناس وكانت بربار، انا غاوب بها الخطه فيها. نعم، اذا انتم ما تيقينش في التعيين ديال محمد أضردور، ما تيقينش في انه يوصل الى حل ما بهذا التصريح. ثقه استاذي ثقه بناء على امور ملموسه في الميدان. لابد من مؤشرات النوايا جوزوها المغاربه منذ المونديال مع المدرب وليد الكراكي اللي كنحيو من هذه المناسبه. عندما تطالب دير نية شنو قدمتي انت، شنو عطيتيني من مؤشرات، شنو عطيتيني من ضمانات باش ندير معك نية ونبدا. هذا سؤال كبير جدا
ديال الدوله. هذا كلام يقوله من لا يريد الحوار، من لا يبحث عن مداخل للحلول او لحل هذه الازمه التي للاسف يجب الزمان الى استعصاء. واخا السي علي، واخا السي علي بادي، اذا النظام الاساسي مرفوض، الخرجات اللي وصفتوها بخرجات التعالي سواء للائتلاف الاحزاب المكونه، امناء الاحزاب المكونه للاغلبيه الحكوميه واعتبرتوا خرجاتهم استفزازيه. كذلك تعيين الان محمد أدردور اللي تتقولوا بانه سبق وعطى التصريح ديال فرام قال الحكومه تشوفوا كذلك تصريح تعالي واستفزازي. اذا امامنا شي تيبان بانه النفق هذيك نقطه الضوء اللي تبنيو على الامل ونبنيو على ان الامل على قبل وليداتنا ما كاينش. واش نحن اقرب الى سنه بيضاء السي علي بادي؟ نحن لسنا من هواة الازمات، نحن يعرفوها المغاربه كلهم، الاساتذه والاستاذات ورجال العلم عامه، هم الناس وهم الموظفين وهم المواطنين في معرفه التحيه وهم مكرم الذات وتقدير اغلى واكبر ما يمكن لكم. هذه نقطه. سنه بيضاء، نحن لا نقول سنه بيضاء، بل نرفض انه يشيل المسار ديال هذه الازمات الى سنه بيضاء. نحن نرفع الصوت، نصرخ في الوعي المغربي وفي العقول ديال المغاربه بانهم صومي، خاصه المسؤولين بالدرجه الاولى وبقيه الشعب المغربي، بانه لا بد من ايجاد حل، وخص يكون ايجاد حل سريع جدا. هادشي اللي كنطالبوا به كنيسه وزاره التعليم، لا في الجانب المادي ديالو ولا في الجانب المعنوي الادبي، راه ممكن بواحد السرعه هائله جدا اذا ان الحكومه والوزاره الوطنيه لها استعداد ولها النيه الصالحه في اطلاق شيء. النظام الاساسي كما قلت في البدايه انه جاء بدعوى عريضه اللي هي الاصلاح. فرع من الاصلاح التعليم يجب ان يصل الى القسم، وفي القسم لا يوجد الا التلميذ والاستاذ. بغيتي تصلح التعليم خصك تهلا في الاستاذ بالكرامه ديالو وبالامور المعنويه وبالجانب المادي، والتلميذ لا يعقل. حنا في 2023 لا يعقل. انا مازال كنقرروا في الاقسام ديالنا عدد ديال التلاميذ كيفوق 40. ما بغيتش انا نعطيك الارقام اللي ربما قد لا يصدقها بعض المؤسسات التعليميه، ولكن لا يعقل انه في التعليم الثانوي والتعليم الاعدادي والتعليم الابتدائي تكون اقسام اكثر من 40 تلميذ في القسم. فانت بغيتي تطلع خاص توجد الفضاءات والاقسام والمؤسسات التعليميه الكافيه لهذا الاعداد ديال التلاميذ ديال المغاربه، واللي طبعا ما كاينش واحد غيمن عليهم انه درنا ولا حطينا ولا عطينا. هذا حق ديال المغاربه وهذه بجوج ديال المغاربه. وبجانب اخر الاستاذ لابد ان يصل اليه الاصلاح من خلال حفظ ديال الكرامه ديالو والصون ديالها، تحقيق مطالب الدنيا، وعلى الاقل كما قلنا على الاقل يكون في نفس المستوى مع باقي قطاعات الوظيفه العموميه. ما نطلبوش من رجل نساء التعليم واحد المهام اللي هي كبيره جدا وثقيله ومشواريه في المجتمع المغربي، وفي التعويض لا المادي ولا المعنوي تكون ضعيفه وهزيله. وربما بالمقارنات ربما الفتيان المغاربه كلهم يعتقدوا انه مثلا اجراء البكالوريا والتحديد ديال البكالوريا دوله بحال تونس اللي هي ربما نفس المستوى الاقتصادي ونفس الظروف حتى في الاستقلال والاستقامه من هذه الامور لا تقارن بالظروف البائسه اللي كنشوفوا فيها اساتذه مثلا في الامتحانات ديال البكالوريا، لا في الفضاء القاعات، لا في الظروف، لا في عدد ساعات العمل ولا في السرعه. وعاد انه تحت وظيفه الى الصحيح انه الاستاذ هو اللي خصو يدير عمليه المسك ديال النقاط عبر مسار التاريخ، واحد طريق عمليه وادخال النقاط، وهذا واحد العمل ايجابي كما رسول الاساتذه منذ سنوات بدون ان يطالب التعويض عليه. ولكن واجب لي يعترف بهذه الامور. واخا السي علي بادي، شكرا لك على مشاركتك وعلى كل هذه التوضيحات. وحنا اللي تنتمناو في اخر المطاف استاذ علي بادي هو انه يعني تلقى الحلول وكل شيء يجلس على طاوله المفاوضات من اجل التلميذ، من اجل وليداتنا ومن اجل المدرسه العموميه. لا يمكن ان نضحي بالمدرسه العموميه بتاتا